ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى هنبدأ وصفة حلوة كده. هنعمل شوية كشك، انما ايه، عنب. بصوا بقى يا جماعة، عشان احنا دخلنا في الطبخ على طول على طول على طول. المية دي او الشوربة دي شوربة بط. كان عندي من البطاية اللي كانت موجودة، فانا شايلة من الشوربة طبعا بتاعتها مرمتهاش. كنت جايبة مج رز. بصوا بقى يا جماعة، المج بتاع الرز هيحتاج كوباية ونص شوربة وكوبايتين لبن. عايزة تقللي او تضعفي الكمية، بقى بتضعفي الكمية زي ما بقولك، كوباية ونص شوربة، كوباية رز، كوبايتين لبن. الرز هتشطفيه شطفة كده خفيفة، مش قوي عشان احنا هنستخدم النشا بتاعته. انا محطتش نشا ايه على الكشك خالص، انا هستخدم النشا بتاعت الرز. تمام. لو رز نوع نضيف هتحطيه زي ما هو من غير ما يتغسل. تمام، تستفيدي بالنشا لان ده النشا بتاعته كتير، فطبعا غسلته عشان اقلل شويه النشا بتاعته. بصوا يا جماعه، هو كده الرز ايه في الشوربه، هخليه يدوب ويتهري خالص كده بقى. تمام. رحت حاطه ايه، اللبن. دي كرفصايه من مطرح الشوربه عادي جدا كنت بشيلها خلاص. بصوا يا جماعه، بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش هياخد معاكي دقايق، بينفع في العزومات وطعمه يجنن. انا الاول حطيت كوبايه اللبن، وبعد كده هضيف كوبايه اللبن ايه التانية. خلاص، انت لو في الحلة اكبر عادي جدا حطي الاتنين مع بعض، بس طبعا ما تحطوش اللبن الا لما الرزاية تكون اتهرت. بمناسبة اللبن والرز، ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هعمل لكم احلى رز بلبن، احلى من المحلات كمان. وعايزة افكركم يا جماعة، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل ايه الجرس. اكتب لي كومنت حلو كده بيتابعني منين، وما تنسوش الشير 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 واللايك الحلو. بصوا بقى يا جماعة، كده احنا كده تمام قوي، مش محتاجين اكتر من كده. هنبتدي بأمر الله بقى نعمل ايه، نكون بقى مقطعين بصلاية كده عشان نحمرها. في ناس بتحب تحط الكيش كده في اطباق وتسيبه يبرد، وفي ناس بتحب تخليه في الحلة، زي ما انتي تحبي اعملي. هنملحه بقى دلوقتي. مش هنحط على الكشك توابل كتير يا جماعة، لا عشان مش كل طبخة ينفع بقى معاها بابريكا وبصل، لا فيش الكلام ده. مش كل الاكلات يا جماعة، مش كل الاكلات الكلام ده كله ينفع معاه. وزمان ما كانش فيه التوابل دي، كانت قليلة جدا، كنا بنستخدم الحاجة بطبيعتها. تمام. يلا بقى بينا نجيب البصلاية الحلوة الأمورة بتاعتنا دي بقى مقطعينها مكعبات. انا دايما يا جماعة بتلاحظوا بستخدم البصل الأحمر، هو حلو قوي في السوق اليومين دول ورخيص، وانا بحب استخدمه. بس عادي جدا انت تستخدمي البصل الأصفر، بس انا بحب ده لأنه بيبقى مسكر. حطيت له معلقة سمنة خلاص صغيرة، وحبة زيت. يعني انا بحب استخدم الدهون الاتنين عشان الحاجة ما تبقاش تقيلة كده، بس طبعا دي معلقة سمنة بلدي. كل ما يكون بلدي كل ما يكون افضل وصحي. هنفضل نقلب نقلب فيها لغاية لما تحمر وتنشف حاجة بسيطة. وبعد كده هقول لكم نعمل ايه. اهي خلاص هي كده تمام، كده تمام. انا خلاص هركن البصل على جنب كده، وهطلع صينيه الحله بتاعه الكشك احطها على النار. بصوا يا جماعه، هحاول يعني بقدر الامكان ما توقعيش البصل. خلاص، حتى لو وقع حاجه بسيطه هتنزلي بالسمنه والزيت على الكشك، وهتخلي البصل في الطاسه زي ما هو ماشي، وحتى هيبقى معاه شويه دوم مفيش مشكله. بس كده تمام. هنديها بقى تقليبه حلوه كده بالدهون دي كده. احنا كده الكشك بتاعنا زي الفل. عايزه تحطيه في اطباق وتشيليه في التلاجة مفيش مشكله، عايزه تخليه يتسخن اول باول عادي جدا. في الحالتين سهل وبسيط جدا، مش هياخد منك ثواني. عايزه تسخنيه كل ما تسخني، والبصل سيبيه في الطاسه زي ما هو، وتاخدي منه بالمقدار كل ما تكوني ايه هتعملي طبق كده وتقدميه حلو. على فكره يا جماعه، في العزومات بتبقى حلوه جدا على السفره، بجد بجد من الاكلات الجميله جدا، والاطفال بيحبوها والكبار. تتغمس بقى تاكليها بالمعلقه زي ما انت تحبي، بتاعتك انت دي بقى، اللي ياكلها ياكلها، عايز ياكلها مع حد مع عيش محمص يا جماله. تمام. بصوا بقى، انا اهو حطيت في الطبق وشوية البصل فوق الوش. بس عايزة تكتري البصل كتري، عايزة تعملي كمية كبيرة اعملي، مفيش اي مشكلة. عايزة تقلبي كل البصل، في ناس بتعمل كده. دي علب بقى قلتلكوا لو حابين نحطها في التلاجة عشان يبقى ليها غطا. في ناس بتقلب البصل كله مع الكشك، بس دي حاجة يعني براحتك انت، بس خلي بالك ان لون الكشك مش هيبقى ابيض، هيبقى ايه بصلي شوية غامق شوية. بصوا بقى هنا خلص. بسم الله ما شاء الله، كان تحفة. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا، والف هنا. اشوفكم على خير بأمر الله في الفيديو اللي جاي، وجربوا وقولوا لي رأيكم ايه. باي باي.